السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. إذا لم تضحك على جهل وغباء المقنع ذو الفقار فاعلم أن السيستاني قد منعك. نشر دلدول كريمة هذا المقطع القصير الذي يقول فيه: هل تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم معمم رافضي؟ إي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم معمم رافضي كما يقول دلدول كريمة. فاستمعوا إلى هذا الدليل وهذه العبقرية التي لم يسبق إليها. هل تعلم أن رسول الله معمم رافضي؟ لا والله، أول مرة نسمع النبي صلى الله عليه وسلم معمم رافضي. كان يرتدي عمامة سوداء. يا دلدول كريمة، دليلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم معمم رافضي أنه كان يلبس عمامة سوداء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذه العقول التي نرد عليها؟ ما هذا الغباء؟ ما هذا الهراء الذي نحن مضطرون إلى الاستماع إليه والرد عليه؟ ما دخل لبس العمامة في معتقد ودين الرجل؟ هل كل من لبس عمامة سوداء أو خضراء أو صفراء أو وردية يكون شيعي رافضي؟ ما العلاقة بين اللباس وبين العقيدة؟ هل هناك أحد ادعى أن كل من لبس عمامة سوداء فإنه يكون شيعي رافضي؟ لا تصدق لا مصدقينك يا دلدول الكريم، اطمئن. ما رواه مسلم النيسابوري الفارسي. صحيح مسلم النيسابوري الفارسي بشرح نووي الجزء التاسع عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. إذا كان شيعي رافضي. شايفين العبقرية؟ بارك الله فيكم. شايفين الإبداع في الفكر؟ النبي كان يلبس عمامة سوداء، هذا يدل على أنه كان شيعي رافضي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا دلدل الكريمة، هل تعلم أن الإمام الباقر كان بوذي ولم يكن مسلما؟ هل تصدق هذا؟ لا تصدق اقرأ معي ما ورد في كتاب مستدرك سفينة البحار للشهرودي، هذا المجلد السابع في الصفحة 445. يقول: تعمم مولانا الباقر بعمامة صفراء في تشييع جنازة ابنه. الإمام الباقر كان يلبس عمامة صفراء، هذا يدل على أنه بوذي. تعمم الرضا صلوات الله عليه بعمامة بيضاء عند خروجه لصلاة العيد. تعمم مولانا ولي العصر صلوات الله عليه بعمامة خز خضراء، وهذا يدل على أن الإمام المهدي عج صوفي، وبعمامة صفراء، فمرات يكون صوفي ومرات يتحول إلى بوذي. والأدهى والأمر يقول: وخرج أبو جهل يوم بدر وعليه عمامة حمراء. فما أدري أي ديانة كان عليها أبو جهل والتي يلبس أصحابها العمامة الحمراء. ولما دخل ابن زياد الكوفة كان على رأسه عمامة سوداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فابن زياد بحسب منطق دلدول كريمة كان شيعي رافضي لأنه يلبس عمامة سوداء. معمم رافضي كان يرتدي عمامة سوداء. إن كان مستوى تفكير هذا وأمثاله من المتصدرين للمشهد عند الشيعة، فما بالك بعوامهم المساكين؟ جمعوا بين الجهل والغباء والحمق والتخلف الفكري. وصدق إمامنا الصادق إذ قال: الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى والمغفلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.